لعبة روبلوكس حصل ضجة الفترة الأخيرة كده على لعبة روبلوكس، والنهاردة جايين نفتح ملف اللعبة ونعرف إيه اللي حصل من أول الموضوع لحد النهاردة. من يوم 4 فبراير 2026 وبعد قرار رسمي من الجهات المسؤولة في مصر انقطع الاتصال بلعبة روبلوكس. ملايين اللاعبين صحيوا على خبر ان لعبة من اشهر العاب العالم تم حظرها، والموضوع ما كانش صدفة ولا عطل مفاجئ، ده كان قرار مدروس بعد تحذيرات بدأت تظهر من اول فبراير. بس في خبايا تانية كتير ما تعرفش عنها حاجة، زي ملفات تجمع ما بين الامن القومي واقتصاد العملة الصعبة، الجانب المظلم اللي الشركة مش عارفة تسيطر عليه. والنهاردة هنكشف خبايا حظر روبلوكس في مصر. أول حاجة عشان نفهم حجم المشكلة لازم نعرف إن روبلوكس دي مش مجرد لعبة، دي منصة، يعني مساحة مفتوحة بتسمح لأي حد إن هو يصمم عالم خاص بيه ويجذب ليه ملايين الأشخاص، أو بمعنى صح ملايين الأطفال. رغم إن اللعبة دي بدأت بهدف تعليمي إلا إنها في 2026 تحولت لغابة رقمية فيها أكتر من 40 مليون لعبة. أنت متخيل الرقم 40 مليون لعبة؟ السيطرة هنا على المحتوى بقت مستحيلة، ومن هنا بدأت تظهر الثغرات اللي خلت دول كتيرة ومنهم مصر ان هم ياخدوا موقف. طيب تعالوا نرجع نسأل ايه اللي خلى مصر تاخد القرار ده دلوقتي؟ التقارير اللي اعتمد عليها القرار ده بتتلخص في 3 خبايا. اول حاجة واكبر مشكلة في روبلوكس هي التواصل مع الغرباء. المنصة بتسمح لاشخاص بالغين ان هم يدخلوا في غرف خاصة مع اطفال بعيد عن رقابة الاهل، فالمنصة هنا بقت بيئة خصبة لفتح كلام غير ملائم، وقصص كتير خباياها مرعبة، والشركة رغم محاولاتها مش قادرة تمنع ده بنسبة 100% سواء داخل مصر او في دول تانية. تاني حاجة وهي ظهور مبات وترندات غريبة، ودي بتشجع الاطفال على سلوكيات غير منطقيه واحيانا خطيره، لان الطفل بيبدا يقلد اللي بيشوفه في الماب في حياته الواقعيه، وده هنا بيعود عليه في حياته الحقيقيه، بيأثر على صحته النفسيه، بيأثر على تصرفاته في البيت مع صحابه مع زمايله مع اهله. ثالث حاجه وهي المحتوى الغير لائق، ورغم ان الشركه بتمسح المحتوى الخارج والغير لائق الا ان في مبات كتيره بتظهر وتختفي بتعرض مشاهد غير لائقه تماما بالقيم المصريه، والفلتره التلقائيه من الشركه مش كافيه لتامين المستخدم. تعالوا بقى للجانب الاكثر خطر وهو الجانب الاقتصادي، لان في سوق سوداء عالميه بتنشط لشراء العناصر الوهميه دي. ملايين الدولارات كانت بتخرج من مصر شهريا على شكل شحن في العاب، وزي ما احنا بنقول هنا ان معظم المستخدمين اطفال، يعني حتى لو بالغين هيكونوا عارفين امتى يوقفوا وامتى يشحنوا، يكون عارف قيمه الفلوس اكتر من طفل. الدوله شافت ان ده استنزاف للاقتصاد مقابل سلع وهميه في منصه مش قادره اصلا ان هي توفر الامان للمستخدمين بتوعها. يعني من الاخر هندفع فلوس وكمان محتوى غير لائق وكمان الجيل كامل بيفسد، فكده كتير بصراحه. اول ما اللعبه اتقفلت كل السوشيال ميديا واليوتيوب وكل الدنيا اتقلبت ازاي نفتح اللعبه عن طريق الفي بي ان. هل فعلا اقدر افتحها بالفي بي ان؟ اكيد في مليون طريقه عشان تفتح اللعبه دي، بس انا هنا بحذرك استخدام تطبيقات زي دي مجهوله المصدر بيخلي موبايلك عباره عن كتاب مفتوح، لان حرفيا بياخد صلاحيات لتليفونك كامل، الكاميرا، المايك، الاستوديو، تطبيقات، اي حاجه موجوده في موبايلك يقدر يوصل لها. هو حرفيا حصل على السيطره الكامله. يعني من الاخر الشركات دي بتسرق بياناتك، بس الاهم من كده ان الدوله حاليا بتراقب الفي بي ان المخالف اللي بيستخدم تخطي قرارات الحظر الرسمي، فما تخاطرش بخصوصيتك وبياناتك وبيتك. الله، بيتي ايه؟ الموضوع كبر منك قوي يا زياد، اللي انت بتقوله ده؟ لا، زي ما بقول لك كده بيتك، ما هو انت تليفونك ده انت مش بتحطه في صندوق وبتقفل عليه، التليفون ده بيبقى مرمي هنا، بيبقى مرمي هنا، بيبقى مرمي في كل حته، وممكن في ايد كل واحد شويه عادي. الكاميرا بتاعتك يقدر يسيطر عليها ويفتحها. هو حرفيا عايش معاك، شايف كل حاجه، في خلال ما انت رافع تليفونك كده وبتستخدمه هو شايف من الكاميرا الخلفيه، هو شايف من الكاميرا الاماميه، هو مسيطر على كل حاجه في تليفونك. الموضوع وصل ان انت ما تخاطرش بخصوصيه بيتك. طيب السؤال الاهم هنا، هل ده الوداع النهائي للعبه روبلوكس؟ الحقيقه ان الحظر ممكن يترفع زي ما حصل في دول تانية زي الكويت مثلا، ولكن بشرط واحد بس. روبلوكس لازم تهتم بشروط الامن السيبراني والقوانين المصريه داخل مصر، وتوفر رقابه حقيقيه على المحتوى داخل مصر. لحد ده ما يحصل خلي بالك على نفسك، ما تشغلش في بي ان. انا مش عارف ليه بتحبوا اللعبه دي، العبوا العاب هاديه زي فالورانت مثلا. انا بلعب فالورانت، انا مين بريتش على فكره، لعبه هاديه جميله اقسم بالله تجيب لك ضغط نفسي، ما تلعبهاش دي كمان. وبس دي كانت حلقه النهارده في خبايا، اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب، ما تنساناش من الكومنت الجميل وقول لي بقى هل انت مع قرار قفل روبلوكس ولا لا. سلام عليكم. You will not kill my allies.